السلام عليكم ومساء الانوار. بعد تطورات رياكت نيتيف، بما ان انا بشتغل برياكت نيتيف بقالي اكتر من 6 سنين، حسيت ان انا محتاج اتعمق في واحده من اللغات النيتيف الخاصه بعالم الموبايل ابلكيشنز، سواء الاي او اس او الاندرويد، وبالاخص يعني سويفت، عشان ابقى فاهم اكتر طبيعه الاوبريتنج سيستم اللي انا شغال فيه، ازاي احقق احسن performance لما احتاج كاستم كومبوننت محتاجها نيتيفلي، اعمل ده ازاي. فلقيت نفسي واحده واحده بدات اذاكر سويفت وسويفت يو اي. بس واجهت صعوبه في ان انا اتعامل مع الدوكيومنتيشن بتاعت ابل. الدوكيومنتيشن اللي بتشرح الاي بي ايز بتاعت سويفت يو اي وكده، يعني مش ألذ حاجه كيوزر اكسبيرينس، او يعني سهوله وصول ليها. والريسورسز دايما بتاعت سويفت او عالم الاي او اس ديفلوبمنت يعني نادره شويه. فوانا بذاكر حبيت اذاكر مع الاي اي، وشرحت له ان انا عايز تشرح لي سويفت وسويفت يو اي كرياكت نيتيف ديفلوبر، مش كواحد مبرمج بشكل عام او واحد داخل المجال لسه. لا، انا جاي من رياكت نيتيف او عالم الرياكت نيتيف، وعايزك توضح لي كل حاجه في سويفت ايه المقابل ليها جوه رياكت نيتيف. يعني مثلا احنا بنستخدم هنا الستيت بالشكل الفلاني في عالم الرياكت، هنا والله بنستخدم ديكوريتور اسمه ستيت عشان خاطر نعرف الستيت. والله هنا عندنا في السويفت الليت هي الكونست، والفار هي الليت في الجافا سكريبت، وهكذا. فبعد شويه مذاكره ودردشه مع الاي اي، قلت له طب ما تعمل لي دوكيومنتيشن شبه الدوكيومنتيشن بتاعت رياكت نيتف، او الدوكيومنتيشنز المتعارف عليها في عالم السوفت وير. يعني لما بنيجي نخش على اي لايبرري نلاقي الدوكيومنتيشن بتاعها سايد بار على الشمال في كل التوبكس، ديتيلز بتاعت كل حاجه، كود سنيبتس، امثله، كل الكلام ده. وكل حاجه اعمل لي كول اوت، قول لي دي بتكوال ايه جوه رياكت نيتف. بعد دردشه طويله مع الاي اي عشان خاطر نطلع بالدوكيومنتيشن ده، حبيت ان انا اوثق الدوكيومنتيشن ده ما يبقاش بس ليا، ويبقى للناس كلها اللي بتذاكر سويفت او حابه تخش سويفت من عالم الرياكت نيتف بالذات. هي مش موجهه بس للرياكت نيتف طبعا، ولكن هي بالاخص للرياكت نيتف ديفلوبرز اللي عايزين يخشوا جوه السويفت او الاي او اس ديفلوبمنت. فهتلاقوا اليو ار ال هنا، تقدروا تخشوا على الدوكيومنتيشن، ان شاء الله هتبقى ابديت اول باول. وكمان الدوكيومنتيشن موجوده في ريبو اوبن سورس او بابليك على جيت هاب. هشير اللينك بتاعها معاكم عشان تستفيدوا اكتر ان شاء الله. وانا طوال رحله مذاكرتي هبدا دايما ان انا احدث الدوكيومنتيشن ديت، خصوصا بالاسئله اللي بتبقى اسئله يعني بديهيه، زي مثلا الموديولز، وان انا هنا مش محتاج اعمل امبورت واكسبورت، وان ده كله عباره عن ديستنيشن واحد، وتفاصيل تانية كتير. اشوفكم على خير.